السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه اللي اتكلمنا عنها من الحلقه اللي فاتت، انواع الاسماك المفيده للاسنان. اول نوع عندي هو السلمون. السلمون فيه يا دكتور مصدر غني بالكالسيوم ومصدر غني بفيتامين د، وفيه احماض اوميجا 3 او اوميجا 3 بصفه عامه، دي برضو من الحاجات المفيده. طيب ايه تاني يا دكتور؟ سمك الماكريل بعد كده. وسمك الماكريل ده نوع من الحاجات اللي طعمها حلو، يعني في بعض الناس بتحبه، وده برضو مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين د و اوميجا 3. تالت نوع عندي بعد كده السردين. سمك السردين ده وده مصدر جيد يعني من الكالسيوم، وفيه برضو فيتامين د وفيه احماض اوميجا 3، وده برضو يعتبر نوع كويس. اخر حاجه عندي وهي المعروفه والمتاحه عند ناس كتير، وفي ناس بتحب تاكلها على طول، وهي التونه. التونه برضو نفس الكلام، مصدر جيد للكالسيوم، وفيها يعتبر فيتامين د، وفيها برضو احماض اوميجا 3. واحد يقول لي طب ما احنا الاربعه، انت عند الاربع انواع قلت ان هم بس ايه، عايز اقول لك في بعض الانواع كانت غنيه بالكالسيوم، في انواع مصدر جيد يعني فيها كالسيوم بدرجه اقل شويه، بس كلهم يعتبر متشابهين في ان فيهم الكالسيوم والايه والفيتامين د والاوميجا 3. فهنحاول ان احنا ناكل الاسماك دي بصفه دوريه. حتى برضو السمك بيقوي الذاكره برضو، فعشان كده ليه فوائد عده في نواحي تانية احنا بناخده من ناحيه الايه، مجالنا وتخصصنا الاسنان بس. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.